بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي متابعي وزوار قناة تفسير الأحلام أبو عبد الله المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في أتم صحة وفي أسعد حال، أدام الله عليكم الصحة والعافية بإذنه تعالى. أحبابي في الله، موضوعنا النهاردة موضوع شيق، موضوع جميل. موضوعنا النهاردة طبعا إحنا داخلين على موسم الشتاء. موسم الشتاء بيكثر فيه فاكهة الجوافة. في ناس كتيرة بشوف الرؤية دي في المنام. فالنهاردة هنتكلم عن تفسير حلم الجوافة في منام البنت العزباء والمرأة المتزوجة والمرأة المطلقة والمرأة الحامل. ماذا تعني هذه الرؤية؟ أولا، بالنسبة للبنت العزباء إذا رأت في منامها بتأكل جوافة، وهذه الجوافة كانت سهلة الأكل، يعني في الصعوبة وهي بتاكل، وما لقيتش في هذه الجوافة أي بذر، لم تشعر بأي بذر في أكل الجوافة. تمام؟ فهذه الرؤيا تدل على أن هذه الفتاة ستنال رزقا سهلا، رزق وخير جاي ليها وهيكون سهل، ومنفعة هتكون سريعة بإذن الله سبحانه وتعالى. وعندما ترى البنت العزباء أنها تقوم بتناول مشروب عصير الجوافة وهي تستحسن طعمه، تشرب عصير جوافة وشايفة طعمه حلو وطعمه لذيذ وجميل. الرؤية هنا بتدل على تدل هذه الرؤية للبنت العزباء على أنها ستنال خيرا كبيرا، وسوف تقبل الأيام القادمة على أيام يملأها الخير والبركة في حياتها بأمر الله تعالى. وكما تبشر الرؤيا أيضا البنت العزباء عندما تقطف جوافة من شجرة الجوافة، وكانت هذه الجوافة مستوية يعني طيبة مش خضراء، فالرؤيا هنا بشرة خير أن هذه الفتاة سوف تقبل على ارتباط وخطوبة قريبا بأمر الله تعالى. ده بالنسبة لمين؟ البنت العزبة. أما بالنسبة لتفسير حلم الجوافة في منام المرأة المتزوجة، عندما ترى المرأة المتزوجة أنها تقوم بقطف الجوافة من الشجرة وتأكلها، فهذا المنام يدل على أن هذه الزوجة ستنال أمنية غالية، هتنال أمنية أو هتحقق أمنية غالية في حياتها. وعندما ترى المرأة المتزوجة أن زوجها يقوم بشراء الجوافة لها ولأولادها، وشاهدت شكل هذه الجوافة التي اشتراها زوجها وكان شكل الجوافة جميل، شكل حلو جميل في المنام، فهذه الرؤيا تدل على أنها ستنال خيرا كبيرا من زوجها. هتنال خير كبير من زوجها، وتنال من زوجها منفعة خاصة ولها ولبيتها بأمر الله تعالى. ده بالنسبة للمرأة المتزوجة. إذن رؤية الجوافة للمرأة المتزوجة جميلة وكلها خير وبركة ومنفعة. طيب، بالنسبة للمطلقة، تفسير مشاهدة الجوافة في المنام للمطلقة. عندما ترى المرأة المطلقة أنها تشتري الجوافة، فهذا المنام يدل على أن هذه المرأة تتخلص من مشكلة كبيرة في حياتها. رؤية بشرة خير. عندما ترى المطلقة أنها تشتري جوافة تعني أنها تتخلص من مشكلة كبيرة في حياتها بتسبب لها أزمة كبيرة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما إذا رأت المرأة المطلقة أنها تقوم بتقطيع الجوافة في منامها ولم تجد في داخلها بذر، ما فيش بذور داخلها، فهذا المنام يدل على أن هذه المرأة ستقضي أمرا سهلا وميسرا في حياتها بأمر الله تعالى، تقضي أمر سهل وميسر في حياتها بأمر الله تعالى. أما عندما ترى المرأة المطلقة أنها تقطف جوافة من شجرة الجوافة، وكانت هذه الجوافة مستوية
ليست خضراء وتناولتها، فهذه بشرى بأنها سترتبط قريبا بالزواج بأمر الله تعالى. أما بالنسبة للمرأة الحامل، ماذا يعني هذا المنام للحامل؟ معنى رؤية الجوافة في منام المرأة الحامل: إذا رأت هذه المرأة الحامل في منامها أنها تأكل الجوافة، شافت في المنام أنها بتأكل جوافة، وكانت هذه الجوافة خالية من البذور، ليس فيها بذر، فهذا المنام يدل على أن هذه المرأة الحامل ستنال ولادة سهلة، ولادتها هتكون سهلة وميسرة، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظها هي وجنينها بأمر الله تعالى. أما إذا رأت المرأة الحامل إنها تقوم بقطف الجوافة، شافت في المنام إن هي بين شجر الجوافة وقامت بقطف جوافة من المنام من الشجر، فهذه الرؤية أو هذا المنام يدل على أن المولود أو الجنين الذي في بطنها هو إن كان رأت إن هي بتقطف جوافة من شجرتها، فالرؤية هنا تدل على أنها سترزق بالمولود اللي هي كانت تتمناه، بمعنى هي عايزة ولد ربنا هيكرمها بالولد، لا هي عايزة بنت عشان معها أولاد ربنا هيكرمها بالبنت. يعني إذا رأت هذه الرؤية ربنا سبحانه وتعالى هينعم عليها وهترزق بالمولود اللي هي كانت تتمناه طيلة حياتها. فالرؤية بالنسبة للحامل رؤية طيبة جميلة، تعني أنها ستنال أمنيتها التي تتمناها في نوعية جنينها بأمر الله تعالى. وعندما ترى أنها تأكل الجوافة، الرؤيا تبشر بأنها ستضع حملها بكل يسر وسهولة بأمر الله تعالى. فهذه الرؤيا رؤيا طيبة، الجوافة رؤياها في المنام رؤيا طيبة بالنسبة للمرأة المتزوجة، بالنسبة للفتاة العزباء، بالنسبة للمطلقة، بالنسبة للحامل، أيضا بالنسبة للمرأة المرأة الأرملة عشان ما فيش واحدة من اخواتنا الارامل يقولوا وانت نسيت الارمله. الارمله ايضا رؤيه الجوافه في منامها رؤيه طيبه، عندما ترى انها تقوم بشراء الجوافه وكانت هذه الجوافه مستويه، فالرؤيه هنا تعني تخلصها من كل همومها وكل مشاكلها التي تعيق حياتها من التقدم، سوف تتخلص من المشاكل والهموم اللي هي في حياتها. وأيضا إذا رأت أنها تتناول الجوافة فهي بشرى بأنها ستدخل على أيام تحمل لها الفرح والسعادة، إن كانت تريد الزواج وكانت في سن الزواج بشرت بالزواج، وإن كانت ليست في سن الزواج ولديها أبناء في سن الزواج بشارة لارتباط أحد أبنائها بأمر الله تعالى. فهي الرؤية محمودة لكل طوائف الناس، وهذا ما أردت أن أبلغه لكم في هذه الحلقة عن رؤية تناول الجوافة أو رؤية الجوافة في المنام. وأخيرا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.